السلام عليكم. في ناس سألتني في جزئية مهمة جدا. هل أنا دلوقتي ممكن أتعامل مع الناس بدون فواتير عادي ومفيش مشكلة خالص سواء شركات أو أفراد؟ بص، خد بالك من جزئية مهمة جدا. حاليا الجزئية اللي خاصة بالتعامل مع الشركات أو الأفراد، أغلب الناس والناس اللي للأسف ما تعرفوش إن هو بيقول لك أنت معكش بطاقة ضريبية، اديني صورة بطاقتك. خد بالك من الجزئية دي كويس أوي. هو بيورد برقم بطاقتك عن المبلغ اللي انت عملته. بتقول له خد الرقم بطاقة عادي، مفيش مشكلة بالنسبة لي. بس خد بالك ان ده ممكن يدخلك بعد كده في تهرب ضريبي، لان هو بيتم التوريد على رقم بطاقتك الشخصية، واللي على اساسه بتبتدي الضرايب تتعامل معاك على اساس ان انت متهرب، لان انت ما دفعتش الضرايب اللي عليك، لان انت مش فاتح ملف منتظم. فنصيحتي للناس اللي هي بتفكر ان هي ما تكونش فاتحه ملف ضريبي او مش فاتحه بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، افتح دلوقتي وخلي الموضوع بتاعك منتظم احسن، لان هتحصل لك مشكله كبيره مقدما. وناس كتيره جات لي بعد كده نتيجه ان في توريد حصل على بطاقاتهم الشخصيه والشغل اللي هو تامه والشغل اللي هو عمله واتعامل على بطاقته الشخصيه من غير ما ياخد باله، وجاله تهرب ضريبي على الاساس ده. فنصيحة ليك، أولا اعمل بطاقة ضريبية وسجل تجاري. الحاجة التانية، لما تيجي تتعامل مع حد ما تتعاملش معاه من غير فواتير، لأكتر من سبب. الموضوع مش موضوع ضرائب بس، الموضوع موضوع حقك ومسؤوليتك انت ناحية الجزئية ديت. في ايه؟ ان في ناس كتير لما بتيجي تتعامل بالآجل بدون فواتير، لما بيجي الشخص التاني يجي يتعامل معاه ويديله المبالغ بتاعته، مفيش فاتورة تثبت الكلام بتاعه، فبيحصل في الآخر ان بتحصل للأسف قضايا نصب بسبب الجزئية دي. انما بالنسبة للفاتورة اللي هتبقى موجودة معاك، هي دليل للشخص التاني ان هو خد منك بضاعة في مقابل مبلغ المفروض هيدفعه على اقساط او هيدفعه كاش. انما بدون الفاتورة دي مفيش اي حاجة تثبت الحق اللي هو بتاعه. فخد بالك من الجزئية دي. حاول ان انت دايما وانت بتتعامل مع الناس، خصوصا بالبطاقة الضريبية والسجل التجاري بتاعك، ان انت تتعامل معاهم بفواتير، وان انت لما تيجي تشتغل وتشتغل بالمشتريات اشتري فواتير. ليه؟ الشغل اللي انت هتاخده لما تاخد الفواتير بتاعته وتثبتها، هيبقى عندك المشتريات بتاعتك مثبته في فواتير والمبيعات بتاعتك مثبته في فواتير، فبتخصم الاتنين من بعض والصافي بتدفع عليه الضريبه. انما لو انت ما عندكش مشتريات، وانت هتبقى مشكله كبيره جدا، لان انت بتتحاسب حاجه اسمها شغل تقديري، ده ممكن نتكلم عليه بعد كده. وبتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لك في الناحية التقديرية، لأنها بتبقى عبارة عن شغل قوانين أو أكتر منه، إن أنت بتبقى زي مفاوضات بينك وبين اللجان اللي أنت بتتعامل معاها. فخلي دايما الملف بتاعك منتظم، فواتير المشتريات بتاعتك وفواتير المبيعات الاتنين موجودين وبتخصم منهم، عشان لما تيجي في الفحص تبقى مفيش مشكلة عندك في الجزء الضريبي بتاعك في الملف بتاعك.